بعد ما شفتهم في المول قررت إني ما اتهورش. بدأت أراقبهم من بعيد ومحدش كان واخد باله مني، وده لأن المول كان زحمة قوي. لكن الحاجة اللي كسرتني وأنا براقبهم إنها كانت شغالة تضحك للشخص ده، ولكنها سعيدة ومبسوطة إنها غدرت بيا. وأنا كل ده كنت ماسكة نفسي ومش عايزة أتهور عشان أعرف أجيب حقي بطريقة ذكية. واللي عملته إني استنيتهم يخلصوا مشاورهم في المول وبدأوا يطلعوا من المول، وأنا كل ده واقف وراهم وبتحرك أول ما بيتحركوا. وأول ما ركبوا العربية بتاعتهم ركبت تاكسي وخليته يطلع وراهم لحد ما وصلوا البيت في مكان معين. حسبت التاكسي ونزلت، وأول ما طلعوا سألت بواب العمارة عليهم، ولما شك فيا اديته فلوس عشان يقولي كل حاجة عنهم. قال لي إن هم بقالهم 10 شهور في العمارة دي، وإنهم على طول حساسين إنهم متراقبين، وعلى طول بيخلوني أجيب لهم طلبات بيتهم، وإن الشخص اللي متجوزاه معاه محل على أول الشارع وبيفتحوا على طول بالليل. انصدمت من البواب أول ما قال لي إنها متجوزاه، ومن هنا قررت أعمل خطة محكمة. تاني يوم الصبح رحت على قسم الشرطة اللي كنت مبلغ فيه أول مرة. دخلت للمحقق اللي كان ماسك القضية، قلت له البنت اللي كنت مبلغ عنها إنها سرقتني وهربت أنا لقيتها. المحقق رفع عينه فيا وقال إزاي؟ عندك دليل؟ حكيت له كل اللي حصل بالتفصيل من لحظة ما شفتها في المول لحد ما اتبعتها والمكان اللي ساكنة فيه، وكمان إن البواب قال إنها متجوزة بشخص تاني باسم مختلف رغم إن جوازها مني ما اتطلقش رسمي. لما سمع الكلمة دي وشه اتغير تماما وقال لي أنت كده بتتكلم عن جريمة سرقة وجريمة تزوير وكمان جريمة زواج على غير وجه حق، دي قضية كبيرة فعلا. طلب مني أقدم كل الأوراق وبدأ يراجعوا البيانات اللي في المحضر القديم اللي كنت عامله. لما شاف الأدلة قال لي إنهم هيعيدوا فتح القضية رسميا وهيعملوا تحريات دقيقة. بعد يومين اتصلوا بيا قالوا لي إنهم نزلوا على العنوان اللي اديته لهم وتأكدوا إن الشخص اللي ساكن معاها فعلا نفس اللي كانت معاه في المول، وإنها عايشة باسمه وبتقول للناس إن جوزها من أكتر من 10 شهور. النيابة وقتها أصدرت أمر ضبط وإحضار ليها وليه. على طول يوم التنفيذ كان من أكتر الأيام اللي مش ممكن أنساه. الشرطة دخلت الشقة بهدوء بعد ما اتأكدوا من وجودهم، وبأمر النيابة قبضوا عليهم. الراجل كان مصدوم ومش فاهم إيه اللي بيحصل، وهي كانت واقفة مرعوبة وشها اتقلب. حاولت تتكلم وتبرر بس الضابط قال لها بحزم كل الكلام ده قدام النيابة. اتنقلوا الاتنين على القسم وهناك بدأت التحقيقات، واجهوها بالأدلة وبالفلوس اللي سرقتها وبالزواج الرسمي منها ليا اللي لسه ساري. انهارت قدامهم وما قدرتش تنكر، اعترفت إنها خدت الفلوس وهربت مع الشخص ده، وإنهم حاولوا يغيروا محل سكنهم كذا مرة، وفي الآخر المحكمة حكمت بسجنهم هما الاتنين 5 سنين سجن.